السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف السادس، أهلا وسهلا بكم. النهاردة بصراحة من وجهة نظري هتكون من أقوى المراجعات. هيكون فيها أسئلة دسمة، أسئلة جميلة، أسئلة فيها شوية مهارات تفكير كده خفيفة، وفي طبعا أسئلة مباشرة، وفي طبعا أسئلة اللي تحتاج لمهارات أقل تفكيرا. خلينا نشوف مع بعض ونستعرض هذه المراجعة. البداية عندي بتكون من التحويل من وحدات الكتل أو بين وحدات الكتل. 7000 جرام يا ترى بيساوي كام كيلو جرام؟ طب اكتبوا لي كده في الدردشة كده نشوف الناس تفكيرها بيكون إزاي. 7000 جرام يا ترى هيكون إزاي؟ طبعا أنا عارف من الصغير للكبير، يا سلام يا سلام، بلسان وأسيل، برافو. أنا عارف من الصغير للكبير بنعمل عملية القسمة، وبنقسم كمان على 1000. برافو كل اللي في الدردشة. يبقى 7000 قسمة 1000، 3 أصفار من هنا مع 3 أصفار من هنا، هيبقى الناتج 7 كيلو جرامات. وطبعا انتوا طلاب شطار وهتكتبوا الناتج في الصندوق أو في المكان المحدد. استمرارا مع محور القياس، عندي بعض القراءات الخاصة بالسعة، سعة السائل الموجود في الإناء الذي أمامك. يا ترى سعة السائل ده كام؟ طبعا يمكن هي دقيقة شوية وصغيرة، لكن انتوا شطار وهتعرفوها، واللي هيعرفها يبقى بروفيشنال زي إلياس ومحمد الجبري وزي بيان وزي عمر وأسيل. ما شاء الله عليكم، ما شاء الله، بروفيشنال كلكم ممتازين وبلسان طبعا. بس يا ريت اللي بيحل، وأمينة، يا ريت اللي بيحل يبعت لي في الخاص عشان ما حدش يشوف الإجابات غيركم، انتوا بس اللي تشوفوا الإجابات، وبندي فرصة كمان لزمايلنا الباقيين اللي موجودين معانا إنهم يفكروا ويكونوا متميزين زيي. طبعا المسافة ما بين ال70 وال80 مقسمة إلى 5 مناطق. المسافة بين ال700 آسف وال800 مقسمة إلى 5 مناطق. يعني 100 هنقسمها على 5، يكون الشرطة الواحدة ب20. دي طريقة معرفة قياس الشرطة الواحدة. الشرطة الواحدة هتكون بكام؟ ب20. ما بين ال700 وال800 100. طب بينهم كام منطقة؟ 5. يبقى هقسم 100 على 5 يديني 20. يبقى كل شرطة ب20. طب أنا عندي كام شرطة؟ دول 4. يبقى 20 40 60 80. كده أنا بفكر صح وبجاوب صح. أنا بحل معاك واحدة واحدة. أنا بحل معاك واحدة واحدة. طيب، الجدول اللي موجود في أسفل الصفحة ده عبارة عن الرموز الرومانية للأعداد. طبعا لما بيجي لك الأعداد القديمة لازم يجيب لك جدول الرموز. أنت مش مطالب بحفظ هذه الرموز، لكنه هيقول لك عبر عن هذا، عن الرقم مثلا 375 بالرموز الرومانية. فعندك 300. 300. طب ال 300 هنا يعني السي 100. يبقى هنكتب سي 3 مرات كده. كده 300. السبعون تتكتب ازاي؟ السبعون تتكتب ازاي؟ طيب، ما ينفعش اكتب السبعة، لازم اكتبها 70. فبكتب اكس في اي 70. اكس في اي. يبقى دي كده مع بعض يعني ال70. وطبعا هو العدد اللي جايبه كبير شوية. في الامتحانات عامة بيجيب لك الأرقام بتكون أبسط شوية، أو بيجيب لك الرقم وأنت تقرأه. بعد كده عندي 5 يعني الفي. ده الرقم 375 باستخدام الرموز الرومانية. باستخدام الرموز الرومانية. اكتب يا بلسان سؤالك. اكتب يا سؤالك. وممكن نكتبها كمان سي ضرب 3. سي ضرب 3. بس احنا كده استخدمنا الرموز الإنجليزية. كده استخدمنا الرموز الإنجليزية. هنعيد الحل للمسألة الأخيرة مع بعض. أنا مش عايز أستخدم بعض الرموز الخاصة بالأرقام الإنجليزية. أنا عندي 300 يعني 300 كده. ال70 بتتكتب إكس في 7، الإكس اللي هي 10 والسبعة
اللي هي 7 اي، وهذه الخمسة اللي هي الفي. من وين جبت هذه الأرقام؟ من الجدول اللي تحت. الجدول ده مطالبين بحفظه؟ الإجابة لا، مش مطالبين بحفظ هذه الجدول. طيب تحدي بقى، أنا بحب التحديات دي. احسب مساحة الشكل اللي موجود عندك هنا. يا ترى الشكل ده مساحته بكام؟ يلا اتفضلوا، اللي هيعرف طبعا ولد ممتاز. مثل هذه الأسئلة بتكون أسئلة جميلة. يلا يا شباب اكتبوا لي الإجابة. احسب مساحة الشكل الذي أمامك. محمد الجبري ممتاز، محمد بلسان ممتازة. الله الله عليكم، الله عليكم شطار، وفي زمن كويس كمان. أنا بحسب لكم الزمن. وأسيل ممتازة، بحسب لكم الزمن، بشوفكم بتحلوا في قد إيه زمن كويس. وعمر شاطر يا عمر. وأمينة ممتاز ممتاز أمينة. أهلا يا عمران، إزيك؟ يلا يا عمران حل مع زمايلك. يبقى طبعا هذه أو هذا الشكل، برافو يا مريم، يتكون من مستطيلان. المستطيل الأول مساحته 4 ضرب 3، اللي هو اللي فوق ده، زائد المستطيل الثاني 3 ضرب 8. صح؟ 4 ضرب 3 12، 3 ضرب 8 24، لما نجمعهم مع بعض يعطوني 36. ماشي صلاح الدين ممتاز. يبقى نضرب 4 ضرب 3 و3 ضرب 8. 4 ضرب 3 ب 12، وكمان 3 ضرب 8 ب 24، أجمعهم مع بعض يعطيني 36. واضحة وبسيطة. السؤال اللي بعد كده، اوجد الوسط الحسابي للقيم اللي موجودة عندك. الوسط الحسابي يا شطار بيساوي مجموع القيم على عددها. الوسط الحسابي بيساوي مجموع القيم على عددها، يعني أجمع 15 زائد 8 زائد 13 قسم الثلاثة. 15 زائد 8 23، أضيف عليها 13 يعني 36 قسم الثلاثة. لما أقسم 36 قسم الثلاثة، 3 قسم الثلاثة بواحد، وستة قسم الثلاثة 2، يطلع الناتج 12. يطلع الناتج 12. وما شاء الله الله أكبر عليكم، مجموعة كبيرة جدا أو أرسلت لي هذه الإجابات، وأنا بشكرها. وعشان هم كتار مش هقدر أقول كل أسمائهم، لكن كل الشكر ليكم جميعا. ماشي، تعالوا نشوف صح وخطأ. إيه رأيكم؟ 74 من 100 لتر يساوي 740 مللي، صح ولا غلط؟ 74 من 100 من 100 لتر بيساوي 740 لتر. طالب شاطر يقول لي طب ما انا عارف ان انا عشان احول من اللتر للملي بضرب في 1000، ودي كلام صحيح 100%. وعشان اضرب في 1000 يا استاذ انت علمتني لازم احرك الفاصله لليمين 3 خطوات كده. هنا منزله 2، ونكمل المنزله الاخيره بالصفر، يعني يطلع 740. طب زي ده؟ ايوه، يبقى الاجابه صح. انا بفكر معاك واحده واحده. صلاح الدين خد بالك علشان انت بتكتب على الدردشه على الشات وعلى السبوره. 725 من 1000 جرام بتساوي 7125. طب دي صواب ولا خطأ؟ رقم 2. رقم 2 صواب ولا خطأ؟ اكتبوا لي في الدردشه. طالب يقول لي انا عارف عشان احول من الكيلو جرام للجرام بضرب برضه في 1000.
ولما أضرب في 1000 الفاصلة تتحرك لليمين 3 خطوات، يعني هتيجي أمام الخمسة، ولما تكون في الأول ما بتتكتبش، يعني 7125 ده نفس الرقم، يبقى الإجابة أيضا صح. طب الأخيرة 2.35 لتر يساوي 235 ملي. طب الأخيرة صح ولا خطأ؟ اكتبوا لي في الدردشة، احسبوا. إحنا اتعلمنا من لتر الملي بنضرب في 1000، ولما أضرب في 1000 الفاصلة بتتحرك لليمين 3، ولما أضرب في 1000 الفاصلة بتتحرك لليمين 3 مرات، هنا 1 هنا 2 وبنكمل بصفر، يعني 2350. المرة دي مش صح، المرة دي مش صح. طبعا السؤال اللي كلكم بتحبوه، إذا علمت أن درجات سالم في 5 اختبارات هي 15 و20 و16 و18 و17، احسب المدى لدرجات سالم. يلا اتفضلوا. أمينة إجابة سريعة من أمينة. مين كمان؟ ومحمد الجبري وضي برافو وآيفون برافو. صلاح الدين وعمر وأسيل وهمس، حلو حلو جدا. يبقى طبعا المدى اللي هو أكبر قيمة اللي هي 20 ناقص أقل قيمة اللي هي 15. 20 ناقص 15 بخمسة. 20 ناقص 15 بكام؟ بخمسة. برافو أميرة كمان برافو، أحسنتوا. عندي مجموعة من البطاقات 2 و7 و1 و14، عايزين نرتبهم في المخطط اللي قدامك ده بحيث نحصل على كسرين متكافئين. طبعا هو في أكتر من طريقة، في أكتر من طريقة، لكن أهم طريقة منهم إن أحسب 1/2 بتساوي 7/14. 1/2 تساوي 7 على كام؟ على 14، لأن 1/2 بنصف، وال7/14 عند إعادة كتابتها في أبسط صورة يطلع نص. في واحد تاني يقول لي طب ما أنا ممكن أكتب 1/7 تساوي 2/14، برضه صح. 1/7 يساوي 2/14 أيضا إجابة صحيحة. فلو استخدمت الكسور الموجودة في الشكل الأول أو في المخطط الثاني ده، كلا الإجابتين صحيحتين. ساعد محمد على إيجاد النواتج الأولى. 5 زائد 12 ضرب 3. 5 زائد 12 ضرب 3، يا ترى هيطلع كام الناتج؟ برافو برافو أمينة ومحمد الجبري. فين البقية؟ بسرعة كويسة. لا لا، خدوا بالكم من ترتيب العمليات الحسابية. برافو يا عمر. مريم دقق الإجابة. برافو. وأسيل ممتاز. هايل. وصلاح ممتاز. طبعا أنا أول حاجة لازم نضرب. أول حاجة لازم نضرب. أول حاجة لازم نضرب 12 ضرب 3 ب36، والخمسة زي ما هي. يبقى نضرب 12 ضرب 3 ب36، والخمسة زي ما هي. لما أجمع 36 زائد الخمسة يديني كام؟ 41. هذه هي الإجابة الصحيحة. هذه الإجابة الصحيحة. كويس كويس إن الناس بتعدل من إجاباتها وبتعرف الصواب إيه. ممتاز طبعا، ممتاز ممتاز ممتاز. رقم باء يا شطار. ممتازين ممتازين جدا، بشكركم طبعا. رقم باء طبعا كلكم كتبتوها بإجابات سريعة، ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم ما شاء الله. قال لك أول حاجة لازم نعمل العملية داخل الأقواس. طبعا ده كلام صحيح 100%. 7 زائد 2 ب9، وبعدين أقسم على ال9، وطبعا 9 قسم ال9 يا شطار
تطلع بواحد، وكلكم تستحقوا نجمة هنا. كلكم، الجميع يستحق نجمة. أحسنتم، برافو عليك، برافو. صممت ندى عقد من 17 خرزة. يبقى إجمالي عدد الخرزات الموجودة في هذا العقد الجميل 17. طيب، منهم 9 لونهم أحمر، ومنهم 8 لونهم أخضر. اوجد تناسب الخرزات الحمراء. تناسب الخرزات الحمراء يعني عدد الخرزات الحمراء اللي هو 9 إلى، نكتب العلامة كده، العدد الكلي 17. نكتب عدد الكرات الحمراء اللي هو أو الخرزات الحمراء 9 إلى العدد الكلي 17. طيب، نسبة الخرزات الخضراء، مين اللي اتكتب الأول؟ الخضراء، إلى الخرزات الحمراء. يبقى نكتب الأول عدد الخرزات الخضراء 8، وبعدين عدد الخرزات الحمراء 9. طبعا مفيش حاجة في أبسط صورة، طبعا دي أبسط صورة هنا، خلاص مش هنختصر تاني، ودي أبسط صورة مش هنختصر تاني، ده مهم جدا. طب لو لم تكن في أبسط صورة يجب وضعها في أبسط صورة. لو لم تكن، خد بالك من المعلومة دي عشان ما تنساهاش، في أبسط صورة يجب الاختصار. يعني إيه يجب الاختصار؟ يعني وضعها في أبسط صورة، يعني وضعها في أبسط صورة. الآن ننتقل للأعداد المفقودة على خط الأعداد، وتكلمنا عنه أمس، وكلكم عرفتوا إزاي أعرف طريقة كتابة الأعداد المفقودة على خط الأعداد. يا ترى العدد الأول في الصندوق الأول من اليسار هنا هيكون كام؟ العدد الأول هنا هيكون كام؟ أيوه، برافو ضي ومريم، برافو، وإلياس وأسيل، ما شاء الله عليكم، وبلسان ممتاز. طالب شاطر يقول لي يا أستاذ تم تقسيم المسافة، برافو أمينة، بين العددين 3 و4 إلى وأحمد ماجد إلى 3 مناطق. يعني كل منطقة ب1/3، يبقى هنا 1/3، يبقى دي 2/3، يبقى هنا 3 و2/3. اتعلمناها أمس، وواضح من إجاباتكم إنكم خلاص أصبحتم محترفين فيها، ما شاء الله عليكم، برافو طبعا، برافو. طيب، العدد اللي هنا اللي في السهم الآخر، يا سلام عليكم، يا سلام عليكم، ممتازين، ممتازين، ممتازين. طبعا العدد اللي هنا هو 5، لأن هنا 4 و1/3، 4 و2/3، ثم ننتقل للعدد الصحيح التالي اللي هو ال5. 4 و1/3، بعدين 4 و2/3 هنا، ثم ننتقل للعدد الصحيح التالي اللي هو 5. أحسنتم، برضو كلكم تستحقوا نجمة، كلكم، الجميع، مش واحد بس. خرج أحمد من منزله الساعة 7 صباحا. حط خط دايما، وأنا بحب أشتغل كده بنظم الحلول، بحب أحط خط تحت المعلومات الهامة. 7 صباحا، وعاد في الساعة 1:15 مساء. ما الفترة الزمنية التي قضاها أحمد خارج المنزل؟ دايما أنا بحب أقول لأولادنا الشطار، طبعا أنتوا كلكم شطار، أنتوا حليتوا المسألة من قبل أصلا ما أنا أشرحها، وأنا بشكركم. الناس اللي كتبت لي في الدردشة دي طلاب مبدعة، مبدعة. دايما لما يديني مسألة زي دي ويكون عايز المدة أو الفترة الزمنية، بتبقى عملية طرح. الله عليكم يا شطار، طرح أو استخدام خط الزمن. تعال نستخدم خط الزمن. هنا الساعة 7، همشي كده لحد ما أوصل الساعة 12، كده خلصت الفترة الصباحية. كام ساعة؟ 5. الحل اللي أنا برسمه بالأحمر ده صح، مش لازم أستخدم العمليات الحسابية، ممكن أستخدم الخط اللي قدامك ده. يبقى من الساعة 7 حتى أصل للساعة 12 5 ساعات.
وبعدين عشان أوصل للساعة 1 مساء أدي كده كمان ساعة، يبقى 6 ساعات. وبعدين عندي 15 دقيقة، يبقى أنا عندي 6 ساعات و15 دقيقة. حل بسيط جدا باستخدام خط الأعداد، ومسموح لك تستخدم الطريقة دي في الإجابات. طب طالب تاني عايز يحلها حسابين، أقول له ممتاز، يلا نحل حسابين. مبدئيا لما يكون واحدة فيهم صباحا والتانية مساء، يجب حل هذه المسألة بنظام 24 ساعة. لما يقول لك حل المسألة وفيها اختلاف ما بين التوقيتات، أحدهم صباحا وأحدهم مساء، يبقى لازم طبعا نعمل إيه؟ نخلي كل الأزمنة أو كل التوقيتات اللي موجودة عندك بنظام 24. فلما تكون دي بنظام 24 تبقى الساعة 13 و15 دقيقة، بنضيف 12. يلا نطلع. يبقى 13 و15 دقيقة ناقص 7 بالظبط. 15 ناقص 0 ب15. 13 ناقص 7 ب6. 6 ساعات و15 دقيقة. الطريقتين عندك، وحل بالطريقة اللي انت شايفها مناسبة. حل بالطريقة اللي انت شايفها مناسبة. يلا يا حلوين. مساحة المستطيل. أكمل. كام ضرب كام؟ الخطوة الأولى كام ضرب كام؟ لا، ولا 50 ولا 82. أيوه، أول حاجة لازم نعمل 4 ضرب 8، الطول في العرض. لازم أعمل الطول في العرض، ألتزم بالخطوات اللي هو طالبها مني عشان آخد كل الدرجات. و4 ضرب 8 جدول الضرب، الناس اللي عندها لسه في اختلاف في النواتج في جدول الضرب، 4 ضرب 8 ب32 مش 28. خدوا بالكم، هذه إجابة خاطئة. جدول الضرب جدول الضرب 4 ضرب 8 ب32. طيب يلا نشوف حاجة تانية. ضع علامة صح. يوجد في الأسبوع أكثر من 100 ساعة. الكلام ده صح ولا خطأ؟ يوجد في الأسبوع أكثر من 100 ساعة. مم. طبعا الكلام ده صح. ليه؟ الأسبوع فيه 7 أيام، واليوم الواحد فيه 24 ساعة. يلا نضرب. 7 ضرب 4 ب28. نكتب الثمانية والاتنين فوق. 7 ضرب 2 ب14 و2 16، يبقى 168 ساعة فعلا. أكتر من 100 ساعة، الإجابة صواب. طب 5 أيام فيهم 72 ساعة. 5 أيام فيهم 72 ساعة، يبقى نضرب 24 ضرب 5. 5 ضرب 4 ب20. مبدئيا كده الإجابة غلط طالما طلع الأحاد بصفر وهنا الأحاد باثنين، لكن خلينا نضرب كله بالمرة. صفر ومعانا الاثنين. 5 ضرب 2 ب10 و2 12، يعني 120 ساعة. يبقى خطأ. هنا أهو أدي إجابتين. احسب الوسيط. يلا طلعوا لي كده الوسيط. ما شاء الله أحمد ماجد ممتاز، إضافة قوية يا أحمد ماجد. سلسلة الإجابات في الخاص يا أحمد ماجد. أحمد ماجد ممتاز. وطبعا أمينة وإلياس وضي وأسيل وسارة، يعني ما شاء الله عليكم، مبدعين كلكم. بس لازم نرتب بقى، ما ينفعش حل المسألة دي من غير ترتيب. لازم نرتب القيم يا شباب، لازم نرتب هذه القيم. أصغر قيمة عندك 21 في الأول، بعدين 25، في 20 كمان هنا، بعدين 25، بعدين 28، بعدين 30، وبعدين 35، 36.
بعدين تعالى نشطب بقى واحد من اليمين وواحد من اليسار. واحد من هنا مع واحد من هنا بالترتيب كده، واحد من هنا مع واحد من هنا. يتبقى عندي ايه؟ 28. يتبقى عندي 28. هو ده الناتج. 28 هو ده الناتج. برافو برافو على الإجابات الحلوة اللي في الدردشة. برافو برافو برافو. احسب محيط الشكل الذي أمامك. المحيط أنا هذكركم بس وأسيبكم تكتبوا لي الإجابات. مجموع أطوال الأضلاع. مجموع أطوال الأضلاع. يلا جاوبوا. ها، برافو. اكتبوا لي على الخاص. أحمد ماجد اكتب لي في الخاص، ومريم اكتبي في الخاص، وبيان اكتبي في الخاص. برافو، إجابات كويسة طبعا. وعمر ومحمد حلو، برافو عليكم، حلوة الإجابات. برافو برافو برافو. يعني أنتوا النهاردة بتبهروني بإجاباتكم، وده شيء طبعا يسعدنا طبعا. هنا دي ب4 وهنا دي ب5 وهنا دي ب3. 4 زيها لأنهم ليهم نفس العلامة، واخدين العلامة دي هما الاثنين، يبقى الاثنين دول ب4. وهنا واخدين الخطين وهنا الخطين، يبقى الاثنين دول ب5. يلا نجمع كده. 4 زائد 4 زائد 5 زائد 5 زائد كام؟ 3. 4 زائد 4 8. 8 زائد 5 13. 13 زائد 5 18 زائد 3 21. يبقى الناتج 21 سنتيمتر. السؤال اللي جايه دي سهله. اتفضلوا ادوني الاجابات. السؤال اللي جايه دي سهله وبسيطه وجميله. يلا اتفضلوا ادوني الاجابات. طبعا لما يكون التوقيت في مسقط 7:35 مساء والتوقيت في القاهره 9:35 مساء، بالمناسبه هو عكسهم، لكن خلاص احنا هنعتمد هذه الاجابه لان دايما مسقط بتسبق القاهره بساعتين. فطبعا الإجابة طبعا هي الساعتين اللي احنا قلنا عليهم. بعد كده سؤال سهل. ساعد خالد في إيجاد قيمة 30% من 3000. طبعا 30% يعني 30 قسمة 100 ضرب 3000. 30% من 3000. طبعا هنا صفرين هيروحوا مع صفرين. طبعا صفرين هيروحوا مع صفرين. وبعدين الأصفار في المنازل الأولى إلى الناتج مباشرة صفرين هم. الأصفار في المنازل الأولى إلى الناتج مباشرة صفرين هم. وبعدين 3 ضرب 3 بكام؟ ب9. يعني الإجابة 900. خد بالكم من الاختصارات والأصفار الكتيرة. خدوا بالكم من طريقة التعامل مع الأصفار الكتيرة. الناتج 900. برافو 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 برافو. قام محمد بإلقاء حجر نرد ذو 6 أوجه. صل احتمال حدوث الأحداث التالية. ظهور عدد زوجي. طبعا الأعداد الزوجية أمس احنا قلناها هي 2 و4 و6. عددهم 3. وجميع القيم 3 وجميع القيم 6 يعني النصف. طالما النصف يبقى متساوي. خلاص انتوا شطار في الأسئلة دي. ظهور عدد أقل من 3. الأقل من 3 هما 1 و2. عددهم أقل من 3 يعني أقل من النصف. وطالما أقل من النصف يبقى غير مرجح. برافو عليكم. يبقى غير مرجح. برافو عليكم. أحسنتم. اشترت مها 11 رطلا من الزبدة. فإذا علمت أن ثمن الأوقية 2 ريال عماني، فما المبلغ الذي دفعته مها ثمنا للزبدة؟ علما بأن 1 رطل 16 أوقية. يبقى تعال نشوف الأول
ال11 رطل دول يساوي كام أوقية؟ يبقى هنضرب 11 ضرب 16. 11 رطل، والرطل به 16 أوقية. 1 ضرب 6 ب6، وواحد ضرب 1 ب1. نحفظ المنزلة دي بصفر. 1 ضرب 6 ب6، وواحد ضرب 1 ب1، نجمع يعطيني 176 أوقية. يبقى السعر أو المبلغ الذي دفعته مها، دفعته مين؟ مها، بيساوي عدد الأوقيات اللي هي 176 في سعر الأوقية 2 ريال. 176 في سعر الأوقية الواحدة 2 ريال. 2 ضرب 6 ب 12، 2 ومعانا الواحد. 2 ضرب 7 ب 14، وواحد 15. 5 ومعانا الواحد. 2 ضرب 1 ب2، وواحد 3، 352 ريال. طيب، مسألة سهلة وناخد بالنا من خطواتها كويس. الهندسة وسهولة الهندسة. الزاوية المجهولة في المثلث الأول بكام؟ عايز الإبداع بقى. أريد أشوف إبداعاتكم. كلكم صح حتى الآن. كل الإجابات اللي عندي صح، وفي زمن ممتاز. توقيت ممتاز في الإجابة. أحسنتم، برافو عليكم طبعا، هايل. طبعا أنتوا عارفين إن مجموع قياسات زوايا أي مثلث ب180 ناقص. هطرح منها كل الزوايا المعلومة اللي هي 100 زائد 30. يعني 180 ناقص 130، الناتج يعطيني 50 درجة. زي ما انتوا شطار وجاوبتوا، زي ما انتوا شطار وجاوبتوا، برافو عليكم طبعا. بشكركم بشكركم بشكركم. إجابات ممتازة وإجابات سريعة كمان، وده المطلوب طبعا عشان زمن الاختبار. لازم تلتزم بالإجابة في الزمن المحدد. عندي 4 أشكال. 4 أشكال. يا ترى أي الأشكال الأربعة التي أمامك هي مضلعات؟ قولوا لي أرقامها. أي الأشكال التي أمامك هي مضلعات؟ قولوا لي. ها، طبعا أي شكل فيه أجزاء منحنية ده زي ده وده ليس مضلع، فبالتالي طبعا هو باء ودال. باء ودال، برافو. أما ألف وجيم اللي فيهم أجزاء منحنية وخطوط منحنية فهم ليسوا مضلعات. يبقى ألف وجيم ليسوا مضلعات علشان بيهم خطوط منحنية أو أجزاء منحنية، وده طبعا مرفوض زي ما احنا قلنا قبل كده. برافو، أحسنتم. امتحان جميل وأفكاره حلوة، وأنتم ما شاء الله عليكم تركيزكم كويس. أهم حاجة التركيز في الامتحان، أهم حاجة التركيز. يقول خالد أن عند إضافة 3.8 إلى العدد 7.2 الناتج يكون 10. صح ولا خطأ؟ أو فسر لماذا على صواب. لما يقول لك فسر لماذا على صواب، أو التفسير بصفة عامة لازم يكون بالإجابة بالخطوات. لما نجمع 8 أو 3.8 زائد 7.2، تعال نشوف يساوي كام. 8 زائد 2 10، صفر ومعانا الواحد فاصلة. 1 و3 4 و7 11. وطبعا دي 11 معناها إيه يا شباب؟ إن الإجابة خطأ. يبقى التفسير عبارة عن خطوات الحل. لما يطلب منك تفسر يعني تحل المسألة بالخطوات وتشوف الناتج كام. حول قياس الزاوية صاد. الزاوية صاد اللي موجودة عندك دي اللي أمامك، يا ترى بكام؟
في إجابات مختلفة وصلتنا، لكن طبعا لازم نبقى عارفين إن مجموع هذه الإجابات جميعها 360. 360. فعشان أجيب الزاوية الناقصة بقول 360 ناقص كل المعلوم. ما هو المعلوم؟ هنا 100، هنا 40، هنا 90. يعني 360 ناقص دول كام؟ 230. يبقى الناتج 130 بعد مطرح، بعد ما أقوم بعملية الطرح، مش قبل مطرح المدينة يعني. الجزء الأول خلص، كان عندنا استراحة 5 دقايق. بشكركم طبعا على متابعة الفيديو ومتابعة الحصة. بعد 5 دقايق هنرجع تاني من نفس الرابط. شكرا جزيلا. اتفضل.